يا سيادة العقرب، إحنا مش جايين نتكلم عن توقعات يومية ولا قراءات شهرية سريعة ممكن تعدي وتتنسي. إحنا قدام حدث فلكي تقيل، نقلة كونية حقيقية هتعيد تشكيل ملامح حياتك اليومية لسنين طويلة جاية. إحنا بنتكلم عن دخول كوكب في 26 يناير 2026، وهيفضل مستقر في السادس لمدة 13 سنة كاملة لحد سنة 2039. دي مش مجرد توقعات عابرة، لأ، ده دليل لرحلة روحية وجسدية عميقة هتعيشوها مع انتقال نبتون لبرج الحمل. وعارفة إن الكلام ده ممكن يخض شوية، بس صدقيني لو فهمتي اللعبة صح، الفترة دي هتكون من أجمل فترات حياتك تصالحاً مع نفسك. تخيلي إن جسمك اللي كان مجرد مكنة بتنفذ أوامر فجأة قرر يتكلم بلغة تانية خالص، لغة ما بيفهمهاش غيرك انتي، وبقيتي محتاجة تسمعي لوشوشة روحك قبل ما تسمعي لشكوى عضلاتك. إحنا داخلين على مرحلة السيولة في كل حاجة بتعمليها يومياً، من أول فنجان القهوة الصبح لحد آخر تاسك بتخلصيه في شغلك. نبتون جاي يغير قواعد اللعبة ويقولك إن اللي كان بيمشي معاكي زمان ما بقاش ينفع دلوقتي، لأنك بقيتي بتشوفي اللي ورا الستار، وبقيتي بتتحسسي طاقتك قبل ما بتتحسسي خطواتك. وده بالظبط اللي هنفهمه مع بعض بالتفصيل الممل عشان تطلعي من التجربة دي وانتي أقوى وأهدى وأكثر اتزاناً. خليني أبدأ معاكي بموضوع الصحة، لأن نبتون في بيتك السادس يعني بيت العمل، الصحة، الروتين اليومي والخدمة. خلينا نبدأ بالغموض في الحالة الجسدية. ممكن تلاقي نفسك صاحية حاسة بتقل مش مفهوم أو وجع بيروح ويجي ومحدش عارف له سبب طبي واضح. وهنا لازم تركزي جدا، نبتون مش جاي يمرضك، لأ، هو جاي يدمج الخطوط اللي بين الجسد والروح. أي تعب هتحسي بيه في الفترة دي غالباً هيكون جذره مش عضوي بس، ده ممكن يكون زعل قديم، ضغط عصبي مكبوت، أو إنك ماشية في طريق مش شبهك، فجسمك ببساطة بيعمل فرملة إجبارية عشان يرجعك لمسارك الحقيقي. يعني لو قلبك وجعك من موقف عاطفي هتلاقي جسمك فعلاً بيتألم، ولو روحك مش راضية عن روتينك هتلاقي طاقتك خلصانة من أقل مجهود. وده معناه إنك لازم تتعاملي مع نفسك بمنظور شمولي. يعني لما تروحي للدكتور وتكشفي ده شيء عظيم ولازم تعمليه، بس في نفس الوقت لازم تسألي روحك أنا شايلة إيه جوه مأثر عليا. العلاجات اللي فيها طاقة، التأمل، الصلاة، وحتى القعدة الهادية وسط الطبيعة هيكون ليهم مفعول السحر معاكي أكتر من أي وقت فات، لأنك بقيتي حساسة جدا لأي طاقة حواليكي. وزي ما بتغسلي إيدك عشان تحمي نفسك من الفيروسات، بقيتي محتاجة تغسلي طاقتك وتحطي حدود واضحة مع الناس عشان ما تسحبيش تعبهم في جسمك. والجميل بقى في الموضوع إن نبتون زي ما بيجيب غموض بيجيب معاه حاسة سادسة جبارة. انت دلوقتي تقدري تعرفي ايه اللي بيشفيكي بمجرد إحساسك. لو مشيتي ورا حدسك هو اللي هيقولك تروحي لأنهي دكتور، أو تجربي أنهي نظام غذائي، أو حتى يقولك إن الوجع ده سببه الموقف اللي حصل من يومين. حتى الأمراض أو الإصابات اللي كانت معاكي من سنين، الفترة دي هي وقت الشفاء منها، لأنك أخيراً تتحرري منها. الصلاة والدعاء في المرحلة دي ليهم قوة مغناطيسية، كأن بوابة السماء مفتوحة ليكي عشان تطلبي الشفاء والسكينة. بس خلي بالك، الحساسية دي سلاح ذو حدين. لازم تحافظي على حدودك الطاقية، وما تسمحيش لأي حد ينق عليكي أو يرمي همومه في حجرك ويقوم، لأنك زي الإسفنجة في الوقت ده بتمتصي كل حاجة. فلازم تكوني واعية جدا انت بتدخلي مين في دايرتك القريبة.
لما نيجي بقى لمنطقة الشغل والروتين، فأنت داخلة على مرحلة العمل بالحب. نبتون في الحمل بيخليكي عايزة تربطي شغلك اليومي بهدف أسمى. مش هتقدري تقعدي على مكتب وتعملي أرقام وحسابات وانت مش حاسة إن ده بيفيد البشرية أو بيشفي غليل روحك. هتلاقي نفسك بتميلي لمساعدة زمايلك، لخدمة جيرانك بحب أكبر، كأنك بتدوري على النور وسط المهام الروتينية المملة. بس هنا في فخ صغير، وهو فخ المنقذ. انت عندك رغبة عارمة انك تشيلي عن الكل وتسهلي حياة الكل، بس الحقيقة المرة ان طاقتك ليها حدود، ونبتون للأسف بيخليكي مش شايفة الحدود دي بوضوح. ممكن تستهلكي نفسك في خدمة غيرك وتنسي نفسك، وفي الآخر تلاقي طاقتك خلصت وتقعي من طولك. الفترة دي انت محتاجة راحة أكتر من الطبيعي، محتاجة تنامي ساعات أطول، ومحتاجة تفهمي إن لأ هي كلمة مقدسة هتحمي صحتك النفسية. لو شغلك الحالي فيه طاقة سلبية أو توكسيك، هتحسي إنك بتموتي بالبطيء، وده نداء من الكون إنك تدوري على مكان فيه سلام وإبداع وخدمة حقيقية للناس. التحدي الحقيقي في بيتك السادس هو الضبابية. روتينك اليومي ممكن يسيح من بين إيديكي، تلاقي نفسك مش عارفة تنظمي وقتك، أو الإنتاجية بتاعتك يوم في السماء ويوم في الأرض. ممكن تحسي إنك عايزة تعملي حاجة ليها معنى، بس مش عارفة تبدأي منين، كأنك ماشية في شبورة. وهنا بقى يجي دور البطل المختفي في الصورة، وهو كوكب زحل اللي موجود معاكي في نفس البيت لحد 2028. زحل هو اللي هيمسك إيدك ويقولك تعالي ننظم الضباب ده. هو الحليف اللي هيديك الانضباط والهيكل اللي محتاجاه عشان ما تغرقيش في أحلام نبتون. زحل هيساعدك تبني روتين لطيف بس حازم، يخليكي تكتشفي شغفك الحقيقي في مجالات الشفاء أو الإبداع أو الخدمة المجتمعية، بس بخطوات عملية ومدروسة. هي فترة محتاجة منك توازن شعرة معاوية، لا تنغرسي في الواقعية لدرجة تموتي روحك، ولا تسيبي نفسك للخيال لدرجة تضيعي مسؤولياتك. عشان كده في شوية حاجات لازم تحطيها حلقة في ودنك في المشوار ده. اوعي تسمحي لنفسك تكوني الشماعة اللي الكل بيرمي عليها تعبه، وإياكي تتجاهلي أي عرض صحي بحجة إنه نفسي. اسمعي لجسمك واديله حقه في العلاج والراحة، والأهم من ده كله ابعدي عن أي حاجة ممكن تخليكي تهربي من الواقع بشكل إدماني، سواء أكل أو عادات غلط، لأن نبتون بيخلي الهروب سهل بس تمنه غالي. في المقابل خلي حدسك هو بوصلتك، عيشي هدفك بصدق واشتغلي الحاجة اللي بتحبيها حتى لو بسيطة. لما توزني بين شغلك وحياتك وتدي لروحك مساحة تتنفس، هتلاقي إن نبتون في الحمل هو أعظم هدية جاتلك، لأنه هيحول حياتك اليومية من مجرد سعي لرحلة ارتقاء حقيقية. انت دلوقتي بتعيدي صياغة معنى الصحة، وبتبني نسخة منك أكثر نقاء وصفاء، نسخة عارفة إن الشفاء بيبدأ من جوه لبره. وفي النهاية رحلة نبتون في بيتك السادس هي دعوة ليكي إنك تتصالحي مع جسمك وتسمعي لرسايله اللي ما بتخلصش. قبل ما تقفلي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة عشان تتابعي معانا باقي التأثيرات اللي جاية. وقوليلي في التعليقات ايه أكتر حاجة في روتينك ما بقتش شبهك وعايزة تغيريها. شاركينا تجربتك وخلينا نشوف ازاي كلنا بنعيد صياغة يومنا في المرحلة دي.